إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير ممن كثر وألهى، وما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أتحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. فإن موضوعنا الليلة بمشيئة الله تعالى مع حضراتكم اليوم سنتحدث عن آثار دفع الزكاة ومقدارها. والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. فإن أول شرط من شروط الزكاة تصحيح النية، فعلى المزكي أن يصحح نيته، وأن يعرف أن المال الذي يخرجه إنما هي الزكاة المفروضة. فعلى المزكي أن يصحح نيته، وأن يعرف أن المال الذي يخرجه إنما هو الزكاة المفروضة.
ليفرق بين الصدقة التي هي تختلف عن الزكاة، ليفرق بين الصدقة التي هي تختلف عن الزكاة المفروضة، وبين الهبة وبين الهدية. فالزكاة هي حق الله عليك، فالزكاة هي حق الله عليك، فتجزم بنيتك أن المال الذي تخرجه إنما هي الزكاة التي فرضها الله تبارك وتعالى، فتجزم بنيتك أن المال الذي تخرجه إنما هي الزكاة التي فرضها الله تبارك وتعالى عليك في مالك الذي استخلفك فيه، لأن المال مال الله، لأن المال مال الله تبارك وتعالى. والشرط الثاني هو إذا بلغ المال عندك النصاب وحال عليه حولا هجريا كاملا، فوجب عليك أن تخرج الزكاة، فيجب عليك أن تخرج الزكاة إذا بلغ المال عندك النصاب وحال عليه حولا هجريا كاملا، فواجب عليك أن تخرج الزكاة، أن تخرج حق الله تعالى، تخرج زكاة المال عندما يبلغ مالك النصاب، عندما يبلغ مالك النصاب. وما هو النصاب؟ وما هو النصاب؟ فالنصاب هو ما يعادل أو يساوي قيمة 86 جراما من الذهب. النصاب هو ما يعادل قيمة 86 جراما من الذهب. أيها الأخ الحبيب، إذا كان المال الذي تمتلكه قيمته تساوي قيمة 86 جراما من الذهب، هذا هو نصاب المال، هذا هو نصاب المال. وإن مر على هذا النصاب حولا هجريا كاملا وجب عليك إخراج زكاة المال. إن مر على هذا النصاب حولا هجريا كاملا وجب عليك إخراج زكاة المال. وما مقدار القيمة التي ستخرجها؟ وما مقدار
القيمة التي ستخرجها. القيمة مقدارها 2.5%. القيمة مقدارها 2.5%، أي على كل 1000 جنيه يجب عليك أن تخرج 25 جنيها. على كل 1000 جنيه يجب عليك أن تخرج 25 جنيها، أو على كل 1000 ريال تخرج 25 ريالا. أيها الأخ الفاضل، هذا حق الله تعالى عليك. فالمال الذي رزقك إياه إنما هو مال الله، وأتوهم من مال الله الذي أتاكم. فالمال مال الله سبحانه وتعالى. ومن أحكامها أيضا أن الزكاة تقدم على الوصية والميراث والدين. الزكاة تقدم على الوصية والميراث والدين. فالله سبحانه وتعالى قال في الميراث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. والزكاة حق الله، فلا بد أن تقدم الزكاة إذا مات المورث وكان عليه الزكاة، يجب أن تخرج الزكاة أولا. إذا مات المورث وكان عليه الزكاة، يجب أن تخرج الزكاة أولا قبل أن يوزع الميراث. يجب أن تخرج الزكاة أولا قبل أن يوزع الميراث، لأن الزكاة حق الله جل وعلا، وحق الله يجب أن تخرجه، وحق الله يجب أن تخرجه أولا. ففي الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: فدين الله أحق أن يقضى. فدين الله أحق أن يقضى. ومن أحكام الزكاة أيضا أن يجب على المسلم
أن يؤديها على الفور، أن يجب على المسلم أن يؤديها على الفور إن كان قادرا على ذلك. ومن أحكام الزكاة أيضا، بل ومن أجل وأعظم أحكامها، أن يخرج المسلم المزكي الذي يتقي الله تبارك وتعالى، يخرج أطيب ما عنده، أن يخرج المسلم المزكي الذي يتقي الله تبارك وتعالى، يخرج أطيب ما عنده. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. أي لا يجوز للمسلم أن يخرج ما عنده لله تبارك وتعالى. لا يجوز للمسلم أن يخرج أرزق ما عنده لله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فوالله ثم والله لو أنفقت أغلى ما عندك لله، لو أنفقت أغلى ما عندك لله تبارك وتعالى إلا وعوضك الله خيرا منه. فوالله ثم والله لو أنفقت أغلى ما عندك لله تبارك وتعالى إلا وعوضك الله خيرا منه. بل ومن أجمل ما سمعت قصة رجل مصري من محافظة المنصورة. بل ومن أجمل ما سمعت قصة رجل مصري من محافظة المنصورة قد ابتلاه الله بمرض في قلبه. أسأل الله جل وعلا أن يشفي جميع مرضى المسلمين. قد ابتلاه الله بمرض في قلبه فقرر ذلك الرجل هو وأسرته أن يسافر لإجراء جراحة عاجلة في لندن. قرر ذلك الرجل أن يسافر لإجراء جراحة عاجلة في لندن. وقرر الأطباء جراحة في إحدى الشرايين في القلب.
وقرر الأطباء جراحة في إحدى الشرايين في القلب. فقال الرجل: إني عزمت على أن أرجع إلى مصر لأوفي بما أريد ولأودع أهلي وأحبابي. فقال الرجل: إني عزمت على أن أرجع إلى مصر لأوفي بما أريد ولأودع أهلي وأحبابي، لعل هذه تكون اللحظات الأخيرة في حياتي، لعل هذه تكون اللحظات الأخيرة في حياتي. فأتى الرجل إلى مصر وذهب إلى المنصورة، وقبل أن يسافر ب3 أيام كان يجلس مع زميلا له في المكتبة. قبل أن يسافر ب3 أيام كان يجلس مع زميلا له في مكتبه الخاص. وفي الناحية الأخرى من المكتبة صديقه كان هناك رجلا يبيع اللحم أي محل جزارة. فقال الرجل: فقد لفت نظري أما كبيرة، أي امرأة عجوز، أما كبيرة في السن تجمع ما يسقط على الأرض من عظم ودهن ولحم. يقول الرجل: فقد لفت نظري أم كبيرة، أي امرأة عجوز تجمع ما يسقط على الأرض من عظم ودهن ولحم. قال: فخرجت وأنا متأثر وذهبت إليها وقلت: ماذا تصنعين يا أمه؟ فقلت لها: ماذا تصنعين يا أمه؟ فقالت المرأة العجوز: يا بني، لقد رزقني الله 6 من البنات، ووالله ثم والله لم يتذوقوا طعم لحم منذ كذا وكذا من الشهور يا أبا. فذهب الرجل إليها وقال: ماذا تصنعين يا أمه؟ فقالت المرأة العجوز: يا بني، لقد رزقني الله 6 من البنات، ووالله لم يتذوقوا طعم لحم منذ كذا وكذا من الشهور. قال الرجل: فبكيت وتأثرت وقلت لها: وكم يكفيك يا أمه؟ وقلت لها: وكم يكفيك
يكفيك يا أمه؟ قالت المرأة العجوز: أريد السكين. فقال الرجل: لا. فقال الرجل: كلا. فقال للجزار: أعطيها 2 كيلو. ثم قلت له: هذه الأم ستأتي لك كل أسبوع، فأعطيها ما تريد من اللحم لبناتها. فقال للجزار: أعطها 2 كيلو. ثم قلت له: هذه الأم ستأتي لك كل أسبوع، فأعطيها ما تريد من اللحم لبناتها. ثم أخرج للجزار مبلغا يكفيها 1 سنة كاملة. يا الله. ثم أخرج للجزار مبلغا يكفيها 1 سنة كاملة. فبكت المرأة وجلست على ركبتيها ورفعت رأسها ويديها إلى السماء وظلت تدعو الله له بدعاء يقول: والله هذا الدعاء لقد هز قلبي وفؤادي. فبكت المرأة وجلست على ركبتيها ورفعت رأسها ويديها إلى السماء وظلت تدعو الله له بدعاء هز قلبه وفؤاده. فذهب الرجل إلى بيته وهو يشعر بانشراح في صدره. ذهب الرجل إلى بيته وهو يشعر بانشراح في صدره، فطرق الباب وفتحت له ابنته. ونظرت إليه وقالت: ما شاء الله يا أبت، إني أرى على وجهك نشاطا وسعادة. فلما فتحت البنت ونظرت إلى والدها فقالت: ما شاء الله يا أبت، إني أرى في وجهك نشاطا وسعادة. فقص عليها والدها ما حصل وهو يبكي، وبكت البنت أيضا ورفعت يديها إلى السماء وقالت: أسأل الله العظيم أن يسعدن بشفائك كما أسعدت المرأة وبناتها. يا أرحم الراحمين. فحكى والدها ما حصل وهو يبكي، وبكت البنت أيضا ورفعت يديها إلى السماء وقالت:
حتى المرأة وبناتها. ثم ذهب الرجل إلى لندن لإجراء العملية، وهنالك كانت المفاجأة. ثم ذهب الرجل إلى لندن لإجراء العملية، وهنالك كانت المفاجأة. بعدما أجروا عليه الفحوصات والآشعة والتحاليل، صرخ الطبيب في وجهه قائلا: أأنت فلان؟ يا الله يا أرحم الراحمين. وهنالك كانت المفاجأة. بعدما أجروا عليه الفحوصات والآشعة والتحاليل، صرخ الطبيب في وجهه قائلا: أأنت فلان؟ لأن الطبيب كان منذهلا عندما رأى الفحوصات. قال الرجل: نعم أنا فلان. قال الطبيب: إني لا أرى أثرا لمرضك. الله أكبر. قال الطبيب: إني لا أرى أثرا لمرضك، لقد شفيت تماما وقلبك سليم. يا الله. قال الرجل: نعم أنا فلان. فقال الطبيب: إني لا أرى أثرا لمرضك، لقد شفيت تماما وقلبك سليم. فبكى الرجل فرحا وقص القصة للطبيب. ولقد استجاب الله دعاء المرأة ودعاء بنته، وكان هذا الخير الذي صنعه مع المرأة العجوز كان سببا في شفائه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.